يسعد أوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم. اليوم حبيت أعمل شيش وحبيت شاركه معاكم. مثل ما شفتوا أنا غسلت الدجاج وقطعته مكعبات وخليته لحتى يصفي وينشف، وهلا بقى بدي اشتغل بالتبلة لإله مشان تبله فيها. حطيت بصلة وثلاث أربع أسنان توم، بالإضافة لقرنين فليفلة حارة أحمر ومعلقة دبس فليفلة، وهيك حبتين بندورة بالعدد، يعني نص الأرز تقريبا، وأربع معالق لبن، زبادي. وهلا بدي أضيف هون البهارات: ملح، كمون، كزبرة، فلفل أسود، فلفل مشكل، بهارات مشكلة عفوا، وبالإضافة للبابريكا. وهيك بخلطهم بالخلاط كويس، وبعدين بدنا نحطهم فوق الدجاج. هلا هيك صاروا عندي جاهزين. هي بلشت احطهم فوق الدجاج مشان تبلون منيح. عن جد الخلطة كتير كتير، يعني أنا وبس هيك فتحت الغطاوة لإلها بتلاقي ريحتها غير شكل، يعني هيدي بس الريحة، أما عن الطعم شي تاني عن جد. هلا أنا هون ساويتها من قبل بيوم، حطيتها تبلتها منيح المسا، وحطيتها بكيس وضبيتها بالفريزة، بالبراد يعني عفوا. لتاني يوم كنت حاسبة حساب انه على الغدا بدي ساويها هيك. كل ما زادت يعني انه كانت اكتر بالمنقوعة، كل ما عطتني نتيجة اطيب، كون شربت الخليط. هلا هون تاني يوم شلتها من البراد، صارت عندي تمام. وبدي شكها هلا بالسياخ الخشبية. هلا هون السياخ الخشبية انا كنت ناقعتهم بالمي تقريبا شي نص ساعة. وهون مقطعة قرص بندورة وبصلاية كمان بدي شكها معهم، هيك بيعطوا شكل أحلى. حتى لو كان عندي فلفل رومي كمان كنت حطيت، بس ما أنه موجود عندي، اكتفيت بهدول. هلا أنا ما رح ساوي الكمية كلياتها، رح ساوي يعني على قدنا، والباقي رح أرفعه كمان ليوم تاني إن شاء الله بساويهم. هلا هيك صار عندي سيخ جاهز، كمان نفس الحركة. برجع بشكهم مرة تانية، بندورة، بصل، اللي هو بقى كل واحد وحسب كيف بحب. والمفروض تكون شوي عريضة حبة الدجاج مشان ما تنشف وتعضم معي، أو إنه هيك تقسى. أما هيك بتضل محافظة يعني على طراوتها. هلا هيك صاروا عندي جاهزين، هي الكمية اللي بدي إياها أنا، والباقي رفعته بالبراد لتاني يوم إن شاء الله بساوي تازة. هلا بدي احطهم بالفرن، برشلهم هيك رشة زيت على الوجه مشان يعطيني اللون الاشقر، هيك يعني يكون هيك اشقر، يعني المحبوب طبعا ما انه يعطوني على سواد. هلا هون بدي اعمل هيدي التبلة، بدي احطها هيك على الخبز: بصلة، رشة ملح، بالاضافة للسماق، والبقدونس الموجود، ورشة زيت كمان. تبلهم كلياتهم مع بعضهم لحتى يتبلوا كلياتهم. وهلا هيك بصيروا عندي جاهزين. هلا انا هون مجهزة الخبز التورتيلا، وعاملة صلصة هيك على ايدي حسب كيف بحب انا. هي عبارة عن طحينية وملح وتوم وحمض وشوية لبن، خفقتهم منيح وضفتلهم معلقة دبس فليفلة. عن جد ما بتصدقوا الطعمة جدا جدا شهية.
هلا بدي ادهن الخبز كله. هلا هون انتم مثل ما انكم شايفين خبز الاسمر، انا دائما بحاول اني اكل منه، يعني ان كان انا ولا كان زوجي، يعني كويس بيضل افيد من الابيض. هلا بس خلصتهم دهم كلياتهم، بحط بقى بقلبهم الخلطة اللي يساوي تبعية البصل والبقدونس مع السماق والملح والزيت. هلا هيك بلشت فيهم، عن جد ما بتصدقوا قديش بيعطوا طعمة رائعة جدا. هلا انا بحط بس على خبزتين، لانه في عندي ناس ما بياكلوا يعني البصل يعني البصل هيك بشكل عام ما كتير بيحبوه. وهي غدانا صار جاهز، الفتوش، ولا غنى على الدبس الرمان مع الفتوش والبطاطا المقلية. وهي الشيش صار جاهز، وألف عافية لكل مين بيجرب هالوصفة. عن جد جدا جدا طيبة بهالمكونات اللي خلطتهم وتبلتها فيهم. شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.